اليهود لما انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة بدر الكبرى، وقتل من المشركين من قتل، وأسر من المشركين من أسر، بعد هذه الحادثة العظيمة حتى أن بعض اليهود كادوا أن يؤمنوا بسبب هذه الغزوة والمعركة، جاءوا إلى رسول الله فقالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك قاتلت أغمارا من الناس لا يعرفون الحرب، يقصدون منها القريش، هذا ما يعرفون يقاتلون ولا يعرفون الحرب، لا تنغر أنك انتصرت عليهم، والله لئن قاتلتنا لتعرفن الناس، إذا صار القتال بيننا وبينك راح تعرف. يهددون، مع أن في عهد بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يهود يهددون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله تعالى: قل أي محمد لهؤلاء، قل للذين كفروا ستغلبون، جايكم الدور، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.